السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله فيديو هذه تلقاكم كامل بخير عليكم. قبل ما نجوزوا للوصفه ديالنا صلوا كامل على حبيبنا المصطفى وشفيعنا محمد عليه الصلاه والسلام. وصفتنا نهار اليوم هي كسره اي فطير ولا كسره الرخسيس، كل واحد كيفاش يسميها. جبتها لكم بمقادير مضبوطه ناجحه من اول تجربه باذن الله تعالى. بركنا نصحك اختيتو تتبعي الفيديو مرحله بمرحله بدون تسريع المقاطع. شوفي تجي خفيفه هشيشه كي الكاطو. وبطبيعة الحال وإذا عجبتكم الفيديو فضلا وليس أمرا دعمونا بلايك واشتراك، وبسم الله على بركة الله في المقادير ديالنا اللي هي هنا. بالنسبة لكمية السميد الوصفة تاعنا تحتاج كيلو بالضبط. أنا راح نكيل بهاد الكيلة اللي راح ترفد لي 500 غرام، راح نكيل منها 2 كيلات راح تعطينا كيلو. وبالنسبة للناس اللي حابة تتضاعف كمية السميد ما عليها غير تضاعف كامل المقادير. يعني الوصفة تحتاج كيلو سميد، ونوعية السميد تكون متوسطة، نوعية العادية. هاي لك ماشي رطبة. نضيف بالنسبة للكيلو قلت لكم عندي 2 مغارف صغار تاع ملح، كاس غير ربع زيت المائدة، ونعمر الكاس ديالي بزيت الزيتون. احنا بالنسبة للناس اللي ما عندهمش زيت الزيتون ولا ما حبوش ريحته ديروا كاس معمر تاع زيت العادية. زيت الزيتون يعطي بنة ولا أروع للكسرة ديالنا. زوج مغارف صغار تاع لا ليفور، هكذا. اللي راح يعطي حمورية وهشاشة للكسرة. 2 مغارف صغار خميرة فورية اللي هي خميرة الخبز. 2 مغارف صغار تاع السكر. حتى هاد السكر راح يعطينا لون شباب وذوق هايل. بنفس الكيلة اللي كيلت بيها السميد هي نفسها الكيلة اللي نكيل بيها الماء. الماء هنا يكون دافي. ندوب كامل الملح والخميرة مع بعضهم كامل هكذا. هنا بالنسبة للماء روحوا غير بالعقل، ماشي دفعة واحدة، بس كما نعرفوا انه كل سميد ودرجة الامتصاص ديالو. كاين سميد يتشرب بالسوائل، كاين سميد ما يتشربش. المهم هنايا اني راح نحدد لكم كمية السميد اللي تشربتها لي هاد العجينة. كما راكو تشاهدوا راني غير نفتل واللايم العجينة ديالي بأطراف الأصابع كمرحلة أولى. تبعوا برك وصفة كسرة الرخسيس تاع نهار اليوم اللي راح نعطيكم كامل سر النجاح ديالها. تجيكم حميمرة وهشيشة وخفيفة. شوفوا هنا راني نقطع في العجينة كما راكو تشوفوا. في المرحلة الأولى حتى نتحصلوا على عجينة طرية، يعني ماشي مطلوقة، بالكو تطلقوا العجينة وما تكونش قاصحة. نزيد شوية، حسيتها بين يديا ناقصة شوية ما، غير بالعقل. نقطع هكايا ونحاول نلمها عجينة كتلة واحدة. قد ما نديروا هذه الطريقة تاع تقطع العجينة قد ما تحصلوا على خبز الرخسيس ولا أروع. شكلتها عجينة طرية، شوفوا ماشي قاصحة
سهلة باش نعجنوها ونبسطوها. شوفوا كمية الماء اللي تبقات لي من هذيك الكيلة، تبقات لي حوالي 4 كيلة. شوفوا هنا العجينة تاعنا راهي مشققة، هنا راني راح ندلكها. شوفوا الطريقة، مع الاول قلت لكم كنت نقطع في العجينة ودوك راني نلايم فيها، يعني ندلكها باش نتحصلوا على يعني وجهها يكون رطب ماشي مشققة. نلايموها مليح حتى تولي رطبة. هذا سر من أسرار نجاح خبز الرخسيس. هاي ليك بعد ما عجنتها كامل ولايمتها ما عندهاش كامل تشققات، عجينة هايلة ما شاء الله. دوك نقسم العجينة ديالي، وهذا يولي حسب الرغبة. تقدروا تقسموا العجينة على 4 كما أنكم تقدروا تقسموها على 3 ولا على 2. هذا يولي حسب الطاجين اللي عندكم وحسب المقدور ديالكم. يعني ولا قدرتي ديريها كبيرة سينو ديريها صغيرة كمبتدئات. ننصحكم ديروهم خبيزات صغار. نزيد نلايمهم كامل هكذايا، نحاول نحي لها كامل التشققات. فوالا شوفوا في القاعدة دايما تحصلوا على هاد التشققات، نحاول أني نقرصهم. هاي ليك الطريقة. ما سرعتش الفيديو هكا باش نعطيكم كامل الوصفة 100%. هاي ليك الخبيزة ديالنا أطرية ومدلوكة، لايمتها بطبع وشان. نجيب بابي فيلم ونفيلمي كامل الخبيزات ديالي. بالنسبة للخبيزات تاعنا اللي نحطوهم يرتاحوا حوالي 10 دقائق في مكان يكون دافي، يعني مكان يكون عادي، ماشي بلاصة تكون سخونة ماشي باردة، حسب درجة الغرفة اللي كي تخدمي فيها. فوالا نفيلميها بيان باش ما تتعرضش للهواء ونخليها ترتاح حوالي 10 دقائق. هنا بعد ما ارتاحت 10 دقائق لميتها، عاودت ضربتها خطرة زوج هكا وندير يعني ندلك فيها. راح لي المقطع عفوا. هذا سر من أسرار نجاح خبز الرخصيص باش ما يتكسر لكمش في الطاجين. قلت لكم بعد ما جازت 10 دقائق عاودت دلكتها 2 فوا 3 فوا. ويلا نبداو نلو في الخبيزات ديالنا. كما راكو تشوفوا يعني ماشي مشققة، جات بيان فيني. نحلها كامل هكا بالحلال، ما ديروهاش خشينه وما ديروهاش رقيقه، ما تجيش يعني رقيقه ماصه يابسه، وما تجيش خشينه ما تطيبش من الداخل. شوفوا السمك ديال الخبيزه ديالنا. ودوك هاي لك الطريقه كيفاش ترفدوا الخبيزه تاعكم. الطاجين تاع الطين، الله الله خير متاع الحديد. طاجين الطين ننصحكم طيبوا فيه احسن من تاع الحديد. علاش؟ تاع الحديد يسخن بيه فيه ويخلي الخبزه تاعنا من الداخل ماشي طيبه، مالغري يعطي هذاك المظهر الشباب. الحديد بس سخون كتر من الطين، بصح الطين يطيبها حتى للقلب وحتى البنه تاع طاجين الطين ولا اروع. هكا أنا نكمل كامل نفتح الخبيزات اللي تبقاو لي بنفس الطريقة ونطيبهم كامل على لون ذهبي فاتح. وهاي لي كسرة الرخصيص تاعنا أي الفطير واجدة معنا، شهيتكم في الجنة ونعيمها. وصفة بمقادير مضبوطة من أول تجربة بحول الله تعالى راح تنجحي فيها مع
حميص بزيت الزيتون. واش نحكي لكم، واش نقول لكم، مكش ما احلى واحسن من وصفات جددنا. وصفة صحية اقتصادية مفيدة لأجسامنا، فرحوا بها كامل العائلة. نتمنى ان شاء الله تجربوها في اقرب وقت ممكن. وصفة من القلب، وكما عودتكم دائما ما نبخلش عليكم، نعطيكم كامل اسرار نجاح الوصفات. شوفوا تجي خفيفة هشيشة كي القاطو. هاي لك روعة. وهذه هي وصفتنا نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت رضاكم واستحسانكم يا رب العالمين. وقبل ما تخرجي اختيتو الغالية، فضلا وليس امرا، دعمونا بلايك واشتراك والكومنتير في شباب يشبت العسولة نحولات ديالي. ربي يخليكم ليا يا اعز مشتركات على قلبي. ودوكا ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في رواحتكم وفي صحيحتكم. نتلاقاو الى فيديو اخر بحول الله تعالى. استودعكم بالله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم.